علم التجويد ما حكم الالتزام به أثناء قراءة القرآن الكريم؟ يعني هل من الضروري أن عندما أقرأ القرآن هل من الضروري أن ألتزم به أو لا ألتزم به؟ الحقيقة يعني المتكلمون في هذا المجال بين إفراط وتفريط، منهم من يشدد مطلقا ويصل إلى درجة التنفير والترعيب والتخويف، وأن من لم يجود القرآن آثم وكذا وكذا، ومنهم من يتساهل كما أسلفت ويقول لا لا خذ راحتك، المهم تكون قراءتك صحيحة، وهذا التجويد هذا سيبك، هذا اخترعوه المشايخ وكذا. يعني إفراط وتفريط، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإنصاف حتى نكون منصفين. فلا بد لنا من أن نفصل في هذا الموضوع، فنقول إن علم التجويد كما ذكرت منذ قليل أيها الإخوة فيه مخارج الحروف وصفات الحروف. أما مخارج الحروف فهل تعتقدون أنه يجب على قارئ القرآن أن يلتزم بها؟ أنت اسأل نفسك يا أخي، وأنت أيتها الأخت الفاضلة اسألي نفسك، هل يجب على قارئ القرآن أن يقرأ الحاء حاء ولا ممكن يقرأها خاء؟ يعني يقول الرحمن الرحيم، أترضون ذلك بالله عليكم؟ هكذا فطرة بدون ما تعرفوا ماذا قال العلماء، أترضون ذلك؟ ما أظن أن مسلم عاقل يرضى أن تغير حروف القرآن، لأنني كما أسلفت سوف تغير المعاني التي نيطت وربطت بهذا الأمر. فلذلك مخارج الحروف على قارئ القرآن، مخارج الحروف على قارئ القرآن أن يحافظ عليها كما ورد عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالباء يجب أن تنطق باء، والتاء تاء، والحاء حاء، وقس عليها بقية الحروف. إذن مهما كان وضع تالي القرآن لا بد أن يقرأ الحروف صحيحة. بعض عوام المسلمين، عوامها ليسوا من أهل نقل القرآن، يعني حاولوا بعض الحروف ما صحت معهم، المهم بعد بذل الجهد يقرأ لنفسه ولا يعلم، لا يجوز له التعليم. من كان لا يجيد حرفا من حروف العربية لا يجوز له أن يعلم ذلك الحرف، إن كان لا يجيد نطقه بعد محاولات شديدة، يقرأ وهو معذور أمام الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يعلم. الذي يعلم يجب أن يكون متقنا لمخارج الحروف العربية. إذن مخارج الحروف العربية لا بد للقارئ مهما كان وضعه، على سبيل التلقي والمشافهة من أستاذه أو على سبيل القراءة المعتادة، لا بد من أن يحافظ عليها. والإخلال بمخارج الحروف حرام. لما؟ لأنه مفسد للمعنى. نأتي إلى صفات الحروف. صفات الحروف أيضا نستطيع أن نقسمها إلى مجموعتين. مجموعة من صفات الحروف الإخلال بها يغير الحرف ويخرجه عن حيزه، هذه أيضا لا بد من المحافظة عليها. أمثلة، دائما الأمثلة توضح القاعدة. يعني مثلا عندنا في القرآن كلمة الطلاق مرتان، الطاء مفخمة، لو رققناها تصير التلاق. التلاق صارت من التلاقي، والطلاق صارت من التطليق، اختلف المعنى مجرد تفخيم وترقيق. وعندنا في القرآن العظيم الطلاق مرتان، وعندنا في القرآن لينذر يوم التلاق. لينذر يوم التلاق يعني التلاقي. ففي التلاقي لينذر يوم التلاق لا يصح أن يفخم القارئ التاء، لأنه لو فخمها لحولها إلى الطلاق. وفي الطلاق مرتان لا يصح أن يرقق الناطق أو التالي للقرآن الطاء، وإلا صارت التلاق مرتان، وليس المقصود هنا التلاق بل المقصود الطلاق، نسأل الله العافية لنا ولكم. إذن صفات الحروف التي تخرج الحرف عن حيزه وتخرجه من حرف إلى حرف وتغير المعنى أيضا المحافظة عليها واجب، والإخلال بها حرام مطلقا مهما كان وضع القارئ للقرآن. أعود فأقول إلا إن تدرب كثيرا ولم يصح معه الحرف بعد طول تدريب، فهو معذور، يقرأ لنفسه ولكن لا يعلم ولا يؤم، لا يصلي إماما. من كانت حروفه فاسدة لا يصح أن يتجرأ على المحراب. المحراب لا يقف فيه إلا تال متقن لحروف القرآن العظيم من حيث المخارج والصفات المؤثرة التي قد تغير المعنى.
واضح؟ أما الصفات المجموعة الثانية من صفات الحروف، وهي الصفات التي يعني ممكن أن نسميها التزيينية، الصفات التحسينية التي تزيد الحرف بهاء وجمالا وتجعله منضبطا تماما بنطق العرب في زمن النبوة. هذه يعني مثلا لو قال قائل خالدين فيها ولم يقل خالدين فيها، لو قال الرحمن الرحيم ولم يفخم الراء، لو قال وفي أنفسكم فأظهر النون، لو قال سوء أعمالهم فلم يمد سوء المد المتصل الذي لا بد من مده. لكن المعنى ما فسد، المعنى ما تغير. ما الحكم هنا؟ نفرق. إن كان هذا الفعل ترك الصفات التزيينية والتحسينية على سبيل التلقي والمشافهة فهذا حرام أيضا، لأنه كذب في الرواية. الصفات التزيينية والتحسينية إن كان على مقام التلقي والمشافهة أيضا لا بد من المحافظة عليها، وإلا كان هذا كذبا في الرواية. إن كان على غير سبيل التلقي والمشافهة، إنسان عم يقرأ هكذا لوحده وأخل بالصفات التزيينية التحسينية، أيضا هنا نفرق بين شخصين، بين إنسان درس هذه الأحكام وهو متقن لها ويجيد نطقها، ولكنه هكذا تكاسلا يعني لا يأتي بها، هذا معيب في حقه. هذا الأمر ليس حراما ولكنه معيب في حقه. طالما أنك متقن يا أخي، لماذا ترخي فمك هكذا وتقرأ قراءة يعني ناقصة الأحكام مع أنك مجيد للتلاوة الصحيحة؟ هذا معيب. أما إن كان التالي من عامة المسلمين، ولا أقول عوام، عامة المسلمين يعني أمي وأمك وأختي وأختك وعامة الناس، يعني مسلم عادي عم يقرأ لوحده لم يتعلم الأحكام بدقتها، هذا الإنسان نقول له تركت الأكمل لا شيء عليه، ترك الأكمل ولا شيء عليه. ما قلته من تفصيل في حكم علم التجويد نراه إن شاء الله على اللوحات التالية التي تبين لنا خلاصة الكلام الذي قلته لكم. نرى على اللوحة باب التجويد، اللوحة التي بعدها قال إمامنا الجزري في البيت 27: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يصحح القرآن آثم. نعم. حكم الالتزام بالتجويد: الناس في هذا الأمر بين متشدد ومتساهل، وحتى يكون الكلام دقيقا فإننا نفرق فيه بين ما يلي: أولا مخارج الحروف، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني مهما كان حال القارئ على سبيل التلقي والمشافهة أم على سبيل التلاوة المعتادة، فلا بد من المحافظة على مخارج الحروف، كتغيير حاء الرحمن بالخاء أو بالهاء، وقد شرحت ذلك منذ قليل. ثانيا صفات الحروف، وتنقسم إلى قسمين: ألف صفات تغييرها يخرج الحرف عن حيزه، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام أيضا مطلقا. ما معنى مطلقا؟ أكرر وأقول: مهما كان حال القارئ، كتفخيم سين عسى، وترقيق صاد عصى، وترقيق طاء الطلاق، وتفخيم تاء التلاق. لا بد من المحافظة على الصفات المخرجة للحرف عن حيزه، وإلا فسد المعنى. التي بعدها صفات تزيينية تحسينية، كترقيق الراء المفتوحة والمضمومة، نحو الرحمن الرحيم. لو قال القائل الرحمن الرحيم فلم يفخم، وعدم تبيين الهمس والتفشي، طبعا الهمس لسكت فحثه شخص، والتفشي للشين كما مر معنا في صفات الحروف، وعدم تطويل زمن الحرف الرخوي الساكن مقارنة بالشديد، هذا أيضا مر معنا في صفات الحروف. وكل ما اصطلح عليه العلماء باسم اللحن الخفي، فيفرق فيه بين حالتين: ألف على سبيل التلقي والمشافهة، الالتزام بها واجب والإخلال بها حرام. ليه؟ لأنه كذب في الرواية. طبعا هذا على مقام التلقي والمشافهة، لما يكون التلميذ بين يدي أستاذه وفي النهاية يقول له أجزتك. باء على سبيل التلاوة المعتادة، أيضا يفرق فيه بين حالتين: من شخص متقن عالم بالأحكام. ما الحكم؟ معيب في حقه، معيب في حق من تعلم وأتقن أن يقرأ كالعوام. وثانيا من عامة المسلمين، نقول له ترك الأكمل ولا شيء عليه.
هذا خلاصة ما حببت أن أذكره لكم بالنسبة لحكم الالتزام بالتجويد، ولم نشدد فيه على كل الأمة ونوقعهم في الحرج والإثم، لأن من القواعد الشرعية المرعية إذا ضاق الأمر اتسع، ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولم أيضا نتراخى ونقول يعني خذوا راحتكم، وهذا يؤدي والعياذ بالله إلى ضياع أصوات القرآن العظيم، ولن يحدث هذا أبدا بحول الله، لأن الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظ القرآن. فلو فرطت أنا وأمثالي لا سمح الله، ولن نفرط إن شاء الله، لو فرطنا فإن الله يأتي بغيرنا ويحافظ على ألفاظ القرآن الكريم ويكون حجة علينا. قال تعالى: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أمنا على نطق حروف القرآن العظيم مفردة ومجتمعة، وأن يرزقنا بعد إتقان التلاوة التأمل والتدبر والتفكر والعمل بمقتضى القرآن العظيم، لأن خلاصة ما أراده الله منا أن نعمل بالقرآن وأن نفعله في حياتنا. نسأل الله لنا ولكم ذلك، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وبعد الفاصل إن شاء الله نشرع في تتمة البرنامج، فانتظروا.